مجموعة من الرسائل السياسية حملتها زيارة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستين لاغارد إلى مصر لدى لقائها الرئيس المصري محمد مرسي. لاغارد أشارت بوضوح إلى التزام الصندوق بمساعدة مصر فيما سمته المهمة الثقيلة في عملية التحول الديمقراطي. رسالة تأكدت في مباحثات موسعة بمجلس الوزراء ناقشت حسب ما أعلنه رئيس الوزراء المصري برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتمت خلاله الموافقة مبدئيا على طلب مصر الحصول على قرض من الصندوق. قيمته في الحقيقة قيمة كبيرة، ليست فقط في قيمة القرض ذاته لكن في معناه، وكما ذكرت سيادتها أيضا هو عندما تعطى هذه الشهادة من صندوق النقد الدولي حتى إذا أرادت الحكومة أن تقترض من جهات أخرى تكلفة الاقتراض بتقل كثيرا، وبعد مراجعته بيعطي رسالة واضحة للعالم كله أن هذا الاقتصاد يتعافى. وبينما تجنب رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي الحديث عن قيمة القرض المزمع منحه إلى مصر، اكتفى قنديل بالقول إن مدة القرض 5 سنوات وبفترة سماح تبلغ 39 شهرا وبفائدة قدرها 1.1%. أما لاغارد فقد شددت على دعم الحكومة المصرية في هذه المرحلة. The IMF has been very impressed with the strategy. فريق الصندوق أبدى إعجابه بالاستراتيجية والبرنامج الطموح الذي قدمه لنا الرئيس محمد مرسي، ونؤكد أن صندوق النقد شريك يريد أن يدعم السلطة المصرية لتحقيق الاستقرار وتحسين الأمن. وأمام مقر مجلس الوزراء نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم توجه الحكومة إلى الاقتراض من الخارج. أعتقد أنه احنا أمام سياسات لا تعبر على ان في ثوره قامت في البلد ديت، ثوره قامت من اجل العداله الاجتماعيه ومن اجل تحسين شروط معيشه الفقراء، اللي ما اعتقدش خالص ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي وصلنا لكده. التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد مصر في إضفاء مصداقية على حزمة من الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين، لكنه يثير كثيرا من المخاوف من أن يدفع الفقراء فاتورة هذه الإصلاحات. محمود حسين، الجزيرة، القاهرة. صندوق النقد الدولي برئاسة السيد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في ختام زيارتها إلى مصر في حضور السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين، أكد السيد الرئيس خلال اللقاء لوفد بعثة صندوق النقد أن الإدارة المصرية تعمل بكامل طاقتها. من سيادتك معلش عشان خاطر تسمع من سيادتك عشان موضوع الثلاث ارغيف اللي بيتكلموا عليه كدابين. لحظه يا جدعان، لحظه. هي ساعه الاشاعه دي طالعه من اعضاء الحزب الوطني مدهوله الدنيا في البلد هنا، احنا عايزين نشوف الصحه ولا غلط. احنا دلوقتي بنجرب في المحافظات، تسمع حضرتك بص يا صاحبي، احنا في المحافظات، احنا هنجرب دلوقتي في القليوبيه في كفر شكر والبنا. ايوه هنحرك ساعه دي عشان دي 80 قرش والجاز ب 2 جنيه ونص. والله اقول لك على حاجه، هو انا عمري ما شفت الكلام ده، انا عمري ما شفت الكلام ده غير الايام دي بس، ايام مرسي بس. النهارده انت بتاكل بكام؟ بتشرب بكام؟ في شغل؟ طيب تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. فوق العربيه ديت ب 35 جنيه 70 دلوقتي الضعف، يبقى انا بالتالي هزود الاجره على الناس. انت سنه وخربتها، السنه الثانيه هتعمل فيها ايه؟ هتبهدلها؟ هتبيعنا اللي ورانا واللي قدامنا؟ ده احنا غلابه، ده في ناس غلابه مش لاقيه الاكل ولا لاقيه اللقمه، ده واحد بيدور في الزباله عشان الاكل، لقمه الاكل. ها لما انت بتغلي البنزين علينا وتغلي الغاز علينا وتغلي كل حاجه الاسعار علينا.